السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب دايما، اللهم امين. النهاردة بإذن الله جولتنا في العسيم ان شاء الله، متوجهين للعسيم بإذن الله. هنشوف طبعا النهاردة الجمعة اولا يعني، فجمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. وحابين نروح العسيم نشوف الدنيا هناك عاملة ايه، يا ترى فيها عروض ولا مفيش عروض؟ ويا ترى الأسعار غالية في الأيام العادية ولا بس في يوم الاثنين اللي هو اللي بيبقى فيه العرض؟ فهنروح مع بعض كده ونشوف ونعرف كده الأسعار في العسيم. طبعا العسيم ده يا جماعة في السويدي، وإحنا متوجهين له بإذن الله. بس قبل ما نبدأ جولتنا، لو حابين تاخدوا فكرة عن الأسعار بشكل عام في السعودية، يبقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك حلو من ايديكم الحلوة، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الأماكن اللي حابين تعرفوا عنها أكتر. خلاص احنا دخلنا كده على العسيم، نبتدي بقى جولتنا ونقول بسم الله. ونشوف الأسعار عاملة ايه. خليكم معايا. طبعا هندخل هنا يا جماعة، أول حاجة هنلاقيها قدامنا السكر. هنشوف هنا العرض ايه اللي على السكر. فهنا موجود في عرض على سكر هالي أبيض ناعم، ده 10 كيلو، ده ب33 ريال. بس مع الأسف سكر أبو فهد اللي جنبه ده معلوش أي عرض خالص. بس الورقة الصفراء اللي مكتوبة التانية دي، ده كان سكر هالي بس قبل العرض، فمش مكتوب مع الأسف لأبو فهد، مش مكتوب أي حاجة سعر خالص عنه. هندخل هنا على سكر الأسرة. سكر الأسرة هنا يا جماعة برضو 10 كيلو، ده ب40 ريال، سواء بقى ناعم أو خشن، ب40 ريال. هنا يا جماعة هنشوف العروض اللي على الدقيق. هنا في دقيق فوم، ده 10 كيلو، ده دقيق أبيض فاخر، ده عامل 14 ريال. في اللي جنبه بالظبط ده دقيق اسمه الأولى، ده برضو 10 كيلو بس كان عامل 9 ريال. عروض على فكرة كويسة جدا. خلاص هننتقل تاني على في برضو دقيق تاني. هنشوف بقى اهوت ديت الأكياس الكيلو اهو يا جماعة، ده اللي انا بشاور عليه، ده فوم ابيض طبعا، ده 10 كيلو، الكيس كيلو. خلاص، وده 10 حبات، كان عامل يعني 10 كيلو عامل 18.95، يعني 19 ريال، كان عامل 19 ريال. هنا في دقيق تاني اسمه المطاحن الحديثة، ده دقيق بر، ده كان عامل 20 ريال، برضو 10 كيلو، 10 أكياس يا جماعة، الكيس كيلو، يعني 10 كيلو عامل 20 ريال. أنا كنت وقتها بسأل الموظف طبعا عشان أتأكد إن ده بر ولا لأ، فقال لي أيوة ده دقيق بر. في أنواع طبعا كتير يا جماعة زي ما انتم شايفين، في أنواع من الدقيق، طبعا الدقيق الأبيض والدقيق البر، عروض كويسة جدا وعروض حلوة. هنا برضو في دقيق فينا، ده برضو كويس جدا، ده برضو 10 كيلو على 11.5. وهنا دي كويتي يا جماعة، لو معاك طبعا بطاقة اكتساب دي هتاخده على 39 ريال بدل 52، برضو هو 10 كيلو، ودي طبعا أبيض فاخر. هنا يا جماعة في عرض برضو على فوم، هنا بتشتري 5 حبات بسعر 10 ريال بدل 17.5، ده برضو عرض كويس. وهنا في بقى الأكياس اللي هي برضو الكيلو لوحده، ده على 1.5 ريال، وده على 3 ريال، يعني تشكيلة زي ما انتوا عايزينه على حسب ميزانية كل واحد. برضو في اللي جنبه ب1.5 ريال، اللي هو فينا، برضو ب1.5 ريال، ده برضو كيلو واحد. ففي عروض برضو، يعني في يوم الجمعة برضو في عروض، فالموضوع شغال كويس يعني الحمد لله، مش بس يوم الاثنين، فكويس يعني ان احنا بناخد فكرة برضو. ده على 1.25 ريال. ندخل بقى يا جماعة على الرز بسمتي ونشوف العروض عليه ايه. هنا رز بوكاس، ده عامل 37 ريال، ده 5 كيلو، برضو عرض كويس يعني مش وحش. وهنشوف برضو لو معاك اكتساب أبو كاس 10 كيلو هيبقى ب65 ريال بدل 92 ريال. طبعا دايما بطاقة اكتساب دي بتتجاب من الإدارة، من المكان نفسه بتاع العسيم، ببلاش، ما فيش أي فيه فلوس ولا أي حاجة، مجرد بس رقم التليفون وبيديك البطاقة على طول، أو بعدها ب3 أيام ولا حاجة بتاخد البطاقة، مفيش مشكلة يعني.
هنا كمان يا جماعة في رز تيجان، ده 10 كيلو باكتساب ب65 ريال. هنا في يا جماعة رز الوليمة 10 كيلو، ده ب78 ريال. هنا في يا جماعة رز ستايل، ده 10 كيلو عامل 73 ريال. في برضو في رز حبة طويلة اسمه بوندي، ده عامل 46 ريال. هنا في رز العائلة 5 كيلو، ده عامل 43 ريال يا جماعة، برضو حبة طويلة. هنا في رز بنجابي اللي هو 10 كيلو، ده عامل 70 ريال، درجة أولى يا جماعة. هنا في يا جماعة برضو رز 10 كيلو، ده اسمه أبو سنبلتاني، ده ب60 ريال. جنبه بالظبط رز الشعلان 10 كيلو برضو، ده ب80 ريال. وهنا في كمان رز الفارس، ده 10 كيلو، ده عامل 64 ريال. هنا في رز بنجابي برضو يا جماعة، ده 5 كيلو، ده عامل 40 ريال، برضو الحبة الطويلة يعني. هنا كمان في رز اسمه ملك الأرز حاجة كده يعني، ده 5 كيلو، ده عامل 32 ريال. برضو يا جماعة في منه برضو 10 كيلو، ده عامل 73 ريال. هنا اللي تحت كل المعروض تحت ده طبعا الأحجام الكبيرة جدا، ده 40 كيلو رز الشعلان، ده عامل 289 ريال. طبعا في عرض بدل 315، فده عرض كويس برضو، بس يعني ما شاء الله حجم كبير جدا، 40 كيلو يعني. وكمان هنا في رز هالي برضو، ده 40 كيلو، ده عامل 140 ريال بدل 189. برضو العروض اللي هي طبعا الأكياس الكبيرة جدا، ال 40 كيلو بتبقى فيها العروض كويسة قوي برضو. هنا في رز هالي، ده 10 كيلو، ده عامل 59 ريال. هنا بقى يا جماعة هنيجي للرز المصري، وهنشوف طبعا في عروض على حاجات احنا مش هنتكلم عنها او مش هنقولها، مش هنذكرها. هنيجي للمصري بتاعنا حبيبنا طبعا اللي عليه ابو الهول، ده رز جرين فارمز، ده بالاكتساب، ده يا جماعة عامل 27 ريال بدل 41. ده طبعا الرز المصري الحبة بتاعتنا كويسة جدا. وكمان هنا في برضو رز ابو كاس، رز مصري برضو، ده عامل 26 ريال، ده 5 كيلو برضو. هنا في يا جماعة رز صنويت، ده 5 كيلو برضو، ده هو معلوش اي عرض خالص، هو 43 ريال. وفي ابو بنت بقى ده اللي عليه العرض، ده عامل 40 ريال برضو، هو 5 كيلو. وهنا كمان في رز هالي، ده برضو 5 كيلو، ده عامل 30 ريال. ندخل هنا بقى على قسم الدواجن يا جماعة، ونشوف هنا أول حاجة هنا في طبق الفاروج الذهبي، طبعا طبق أوراق مشكل، ده عامل 12 ريال يا جماعة، برضو كويس جدا، ده 800 جرام بس كويس برضو يعني، عرض كويس قوي. نشوف اللي جنبه، ده طبق أوانس برضو 6 وربع، برضو ده غالي، غير اليوم الاثنين بيبقى أقل من كده، بيبقى عامل 4 ريال أو 4.5، بيبقى كويس جدا يعني. الكبدة والأوانس يوم الجمعة بتبقى سعرها 6 وربع. هنا ندخل على الدجاجة الكاملة، هنا الفاروج الذهبي 1100 جرام، دي عاملة يا جماعة 17 ريال. في طبق للأجنحة رضوة، ده عامل 5.5، ده 500 جرام. وفي أرجل برضو رضوة يا جماعة، ده برضو عامل 17.5. هنا في عرض كويس قوي يا جماعة على دجاج رضوة، ده طبق عامل 10.5، ده سيقان، ده كويس جدا يعني. هنا في طبق صدور برضو عامل يا جماعة 37 ريال، 75 هللة، برضو ده عرض كويس جدا، ده 900 جرام. هنا كمان يا جماعة في طبق فيه حبتين دجاج، الحبة 1000 جرام، ده نوع رضوة، برضو عامل يا جماعة، ده عامل 33 ريال، برضو يعني كويس. نيجي هنا بقى برضو الإنتاج، هنا في صدور بدون عظم، دي 450 جرام، دي عاملة 19 ريال. في جنبها بالظبط برضو سيقان دجاج، برضو نوع إنتاج، كل صف ده إنتاج يا جماعة، ده عامل 9 ريال.
في جنبه بالظبط في صدور انتاج، ده فيليه برضو يا جماعة زي رضوى بالظبط، ده برضو 900 جرام، برضو نفس الكمية بتاعت رضوى، بس ده عامل 39 ريال. في طبق مشكل ده يا جماعة من انتاج برضو، ده عامل 11.75 هللة. وهنا في فوق برضو شاورما دجاج اليوم، دي عاملة 15.5، برضو عرض كويس جدا. هنا في فيليه صدور اليوم يا جماعة، دي عاملة 20 وربع، برضو عرض كويس يعني. هنا في دجاج اليوم سيقان ديت 750 جرام، وعليهم 20% زيادة، دي عاملة 17 وربع، ودي طبعا كويسة جدا. في جنبها بالظبط في برضو دجاج اليوم برضو، بس دي قطع، دي عاملة 13.75 ريال يا جماعة، برضو عليها 20% زيادة. في طبق أفخاد يا جماعة، ده عامل 15.5، ده برضو اليوم، ده 900 جرام، برضو كويس جدا، العرض حلو قوي. ندخل هنا على دجاج التنمية، وأول حاجة هنا طبق صدور دجاج، ده 400 جرام ب21.5. بعد كده هنشوف برضو في دجاج مفروم، ده 450 جرام يا جماعة، ده عامل 10.5. هنا في يا جماعة طبق أرجل دجاج التنمية 900 جرام ب15.5. وتحت برضو في طبق سيقان برضو التنمية 900 جرام ب17.5. في طبق قطع دجاج التنمية ده عامل 10 ريال، ده 800 جرام. هنا يا جماعة في الكبدة برضو بتاعت التنمية، دي اللي أنا بقولك عليها اللي فيها السعرها ده مظبوط، اللي هو ب4.25، ده السعر اللي انتوا تشتروه، ده سعر الكبدة الطبيعي. هنا في نوع يا جماعة الدجاج الأسياح، ده بالعظم، دي صدور بالعظم 450 جرام، ده عامل 11 ريال. وفي هنا طبق كمان أرجل دجاج برضو الأسياح، ده عامل 9.75 هللة. وفي طبق مشكل ب14.5، برضو نوع الأسياح، برضو كل دي عروض على فكرة، ودي كلها برضو حاجات يعني الحمد لله موجود في الأيام العادية، مش لازم بس يوم الاثنين، في عروض كتيرة جدا في الأيام العادية. ندخل هنا على نوع الوشم، ده طبق أفخاد، ده عامل 9 ريال يا جماعة، برضو سعر كويس قوي. ده دجاج طيبة، ده طبق صدور 900 جرام، ده عامل 37 ريال، يعني غالي شوية. وطبق الأجنحة طبعا منه، ده عامل 9 ريال وربع. هنا الطبق المشكل يا جماعة منه عامل 11 وربع. هنا الدجاجة كاملة من طيبة، دي 1000 جرام، عاملة 17.5. ندخل هنا يا جماعة على قسم الفاكهة ونشوف التفاح بكام. هنا التفاح عامل 8 ريال، التفاح الأحمر، وهنشوف التفاح الأصفر برضو نفس السعر 8 ريال، كله يعني نفس السعر برضو على 8 ريال، كل الأنواع زي ما حضراتكم شايفين. ونشوف بقى ايه الأنواع التانية. الموز هنا نشوف بقى سعره كام، ده عامل 4 ريال. ونشوف هنا الجريب فروت عامل كام، ده عامل 5 ريال. شوف بقى البرتقال معلهوش عرض برضو، الورقة البيضة دي متبقاش عرض، ده ب5.5. هنا البرتقانة بسرة عامل 6 ريال. وهنا الاستفندي عامل 7 ريال. هنروح هنا بقى للشمام يا جماعة ونشوف سعره كام، ده الكيلو ب3.25. في جنبه بالظبط بقى مانجا، بس بصراحة ما جاتش كويسة خالص، يعني كانت جامدة جدا وغالية كمان، يعني ب10 ريال برضو، ما تستاهلش بصراحة يعني أنا بوريها لكم اهيت، ناشفة جدا بصراحة، وسعرها كمان غالي 10 ريال، فلا كتير عليها جدا. في منها طريقة بس يعني ما عجبتنيش خالص، ما كانتش حلوة نهائي. في برضو جنبها مانجا برضو عاملة 9 ريال، برضو كانت يعني برضو كانت ناشفة برضو شوية. في رمان هنا عامل 5 ريال، ورمان ده مصري، وتحية مصر يا جماعة، تحية مصر مليون مرة طبعا. هنا الليمون بقى، الليمون الأصفر ده عامل 6 ريال، والليمون الشبك ده يا جماعة عامل ريالين اهو،
بصوا شوفوا انا بوريه لكم ده بريالين، كويس جدا يعني. هنا في يا جماعه بقى الايه الفواكه اللي في الاطباق ديت طبعا سعرها متفاوت، بس بصراحه انا بفضل يعني اللي هو بالكيلو، بتعرفي تنقي زي ما انت عايزه براحتك. برضو دي كويسه مش وحشه، بس يعني ما تنقي بايدك بتجيب الحاجه الكويسه. ندخل بقى على الكرنب المصري حبيبنا، طبعا ب5 ريال الكيلو. بس على فكرة يعني الكرنباية ديت ممكن توزنلها 2.5، فهتبقى غالية جدا. انت ممكن تشتري الكرنبة ديت من السوق بتاع الخضار، دي كلها على بعضها ممكن تكون ب5 ريال. فهنا الكيلو بس ب5 ريال، لا غالية. هنا الكرنب اللي هو العادي بقى الصغير شوية ده ب4.5، كرنباية كده على بعضها ب4.5. هنا في الخس، ادي طبعا الكيس ده بيبقى فيه خصيتين، فيه 3 زي ما يطلع بقى، ده ب5 ريال. هنا الفلفل الرومي او الفلفل الاخضر ده عامل 9 ريال، طبعا مفيش عرض. اللي جنبيه الشطة الخضراء ب12 ريال، برضو مفيش عرض. الفلفل الالوان عامل 15 ريال، والشطة الحراقة عاملة 7 ريال، والبتنجان الرومي ب5 ريال، مفيش عرض طبعا. الكوسة كمان ب5 ريال، برضو مفيش عرض، بس الفاصوليا عليها عرض، دي عاملة 9 ريال. هنا الكرتون بتاع الجوافة عامل 8 ريال، دي عليها عرض. هنا البصل هنا يا جماعة عامل 6 ريال، طبعا غالي جدا، بس البصلاية كويسة جدا، البصل الأحمر المصري بتاعنا. وهنا البطاطس فيها عرض هيت، دي برضو 6 ريال. هنا التوم ب3.5، الشبك ده ب3.5. هنا البطاطس برضو مفيهاش عرض النهاردة، دي ب4 ريال، بس كانت بطاطس طرية يعني مش بتاعة التحمير. وزي ما انتوا شايفينها شكلها كده، شوفوا طرية ازاي، معجبتنيش بصراحة. هنا البطاطا بقى ب4 ريال. هنا بقى كل الحاجات دي طبعا احنا ما نعرفش هي دي ايه الحاجات دي خالص، ما نعرفش فيها غير القرع العسل والذرة. هنا القرع العسل ب4 ريال، والذرة عليه عرض كان برضو ب4 ريال. وفي الزنجبيل ب12 ريال، مفيش فيه عرض خالص يعني غالي جدا. والبنجر ب4 ريال. هنا في الورقيات بقى يا جماعة، نشوف هنا الورقيات. أول حاجة بتقابلنا الملوخية، كيس الملوخية ده ب1.5 ريال، وفوقيها الكرفس برضو ب1.5 ريال، والبصل الأخضر. كل الورقيات هنا عاملة 1.5 ريال يا جماعة، والشبت والجرجير والبقدونس والكزبرة. هنا الطماطم يا جماعة ما فيهاش أي عرض خالص، ب8 ريال، وجنبها الخيار فيه عرض. ده عامل كام؟ عامل 3 ريال برضو، ده كويس. هنا الكيس بتاع الجزر بقى، ده كيلو، ده عامل 5 ريال اهو يا جماعة. انا هوريلكم الكيس عشان تشوفوه، ده كيلو 5 ريال. في جنبه يا جماعة في برضو كيلو بس عامل 7 ريال، معرفش ايه الحكمة ان ده اغلى من ده. هنا بقى اللي بالكيلو ده عامل 6 ريال برضو. على فكرة الجزر السايب غالي. ندخل بقى على الزيوت. هنا في زيت هالي ب11 ريال، وهنا زيت حياة عليه عرض، ده ب14 ريال. هنا في عرض على زيت هالة وزيت النخيل، الاتنين عليهم عرض والسعر واحد ب9 ريال. في برضو جنبه بالظبط زيت الربيع، برضو عامل عرض يا جماعة، ازازتين مع بعض عاملين 26 ريال. هنا في زيت النخلتين 1.5 لتر عامل 12.5. وفي زيت برضو تالين ده 1.5 لتر، ده عامل 11 ريال. هنا في زيت هالي عامل 10 ريال. ندخل بقى على معجون الطماطم. هنا معجون طماطم هالي ب9 ريال. هنا في معجون طماطم لونة يا جماعة عامل عرض، اشتري حبتين بسعر 18 ريال. هنا في معجون طماطم لونة الحبة الواحدة عاملة 9 ريال. هنا في عرض يا جماعة على التونة. هنا في تونة فريشكو ديت 3 حبات بسعر 9 ريال. هنا كمان يا جماعة في تونة برضو قالوها برضو اللي هي 3 حبات بسعر 13 ريال. هنا في عرض يا جماعة على تونة 4 حبات بسعر 11 ريال. ندخل بقى على الفول. هنا هالي ده بريالين. هنا لونة يا جماعة عاملة عرض 5 حبات ب11 ريال.
هنا في حمص هالي ب3.5. هنا يا جماعة في برضو عروض على الفاصوليا المعلبة، سواء حمراء أو بيضة، بس برضو أنا يعني ما برجحهاش إن انتوا تجيبوها، لأن يبقى فيها مواد حافظة كتيرة. برضو هي على ريالين عامة، بس برضو مش صحية أوي يعني. وده مشروم يا جماعة، ده برضو عامل عرض 3 حبات ب11 ريال. هنا في عروض بقى بتاعت المايونيز يا جماعة، هي دي أسعارها كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا في العسيم ليوم الجمعة، والعروض النهاردة كانت كويسة جدا زي عرض يوم الاثنين. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش أي جديد. وشكرا ليكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ومع السلامة.